من الفيديوهات اللي فاتت عرفنا انك من الصعب جدا انك تدخل نيوزيلندا على عقد عمل، لكننا ما تكلمناش على انك تدخل نيوزيلندا بدعوة عمل. تعالوا بقى اكلمكم عن ازاي تخشوا نيوزيلندا بدعوة عمل، وممكن تبقى طريقكم لانكم تقيموا وتشتغلوا فيها بصورة قانونية. السلام عليكم. نيوزيلندا بتتقسم لجزيرتين، الجزيرة الشمالية والجزيرة الجنوبية. الجزيرة الشمالية اللي فيها اوكلاند، واللي هي بتعتبر هي العاصمة الإدارية أو العاصمة المالية، المكان اللي فيه الشغل والفلوس. وويلينغتون هي عاصمة نيوزيلندا. أما في الجزيرة الجنوبية ففي مدن زي كرايستشيرش. كلامنا النهارده هيكون عن الجزيرة الجنوبية، واللي دايما الناس بتفضل ان هي تبعد عنها عشان هي ما فيهاش اوكلاند، وعشان الجو عندهم برد شوية، لان هم بطبيعة الحال اقرب للقطب الجنوبي، وكمان الهواء عندهم جامد وهم في نطاق الزلازل، ويعني شويه لخبطه كده. بس هي الفكره ان البلد هنا عندها اسلوب جيد لاداره الازمات. لما بيحصل عندهم مشكله بيبقى فيه تحرك سريع يومين ثلاثه، واي ازمه بفضل الله بتتحل. فالناس اتعودت على العيشه دي وتاقلمت معاها. فالعيشه هناك لا تزال جميله، ولكن على عكس اوكلاند الناس هناك طيبين في ويلينغتون او في الجزيره الجنوبيه عموما، بعيد بقى عن الزحمه. يعني دايما الناس في اوكلاند بتفكر في الفلوس، الناس في ويلينغتون بتفكر في ان هم ازاي ينبسطوا وازاي يعيشوا حياه كده فيها استرخاء. ده حتى هم عندهم مثل هنا بيقول لك لو شفت شخص سيء الطباع فهو من اوكلاند، ولو كان سيء قوي فهو من استراليا. ده طبعا لكلام الناس بتوع ويلينغتون. المهم ايه بقى موضوع الجزيره الجنوبيه وليه بنتكلم عنها؟ في الجزيرة الجنوبية وبالأخص في شهر 4 و5 و6 الجايين هنعقد معرض للتوظيف، والمعرض ده بصورة أساسية بيدوروا فيه عن ناس مهندسين وبتوع IT، يعني بروجكت مانجر، ديفلوبر، مهندسين بقى من تخصصات متعددة. لوكنسي هي المبادرة أو المعرض اللي بنتكلم عنه. هي مبادرة أو هو معرض بيوصل بين الموظفين وأصحاب العمل، فأنت بتتواصل معاهم وتبعت لهم، ولو السي في بتاعك عجبهم بتخش في بروسيس معينة، في نهايتها بتترشح لأنك تيجي تحضر، بتجيلك دعوة عمل، دعوة انك تيجي تحضر مؤتمر التوظيف ده، وكمان بيدوك بدل انتقال وسفر وسكن وبدل فيزا $1000 نيوزيلندي. بس انت اللي هتكون مسؤول عن تظبيط كل حاجة، هم هيدوك الفلوس والدعوة، وانت بقى تقدم على الفيزا عشان تيجي زيارة، وتدور على سكن وتسكن عشان تحضر الاسبوع ده. الخطوات بسيطة جدا، هسيب لكم في صندوق الوصف الموقع بتاع لوكنسي. سجل في الموقع، املى بياناتك، ارفع السي في بتاعتك، اكتب التخصص بتاعك، اتكلم عن الوظائف اللي انت عايز تشتغل، وبعدين تعمل سبميت، ترسل الطلب بتاعك ليهم. وبعدين هم بيعملوا ريفيو، عندهم مجموعه من الناس المتخصصين بيقعدوا يعملوا ريفيو للطلب بتاعك، ولو لقوا فعلا انك شخص مناسب لانك تيجي او لانك تشتغل في الشركات اللي هم متعاقدين معاها، هيقوموا باعتين لك ميل بيقولوا لك انك اتقبلت في الخطوه الاولى، انتقل للخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه هتخش هتجاوب عن شويه اسئله اضافيه، وهتسجل فيديو بتتكلم فيه عن طبيعه خبرتك، كأن كده واحد بيقول لك اتكلم عن نفسك وعن خبراتك وعن ليه عايز تيجي وليه يختاروك انت، يعني كأنه كده زي انترفيو صغير. محتاج تراعي بقى في الفيديو ده ان ما يكونش حواليك دوشه، ان الخلفيه بتاعتك ما تكونش فيها برضو دوشه بصريه، ان ما بتبقاش تتكلم شبه الآلة كده، انا اسمي كذا وانا شغال كذا. تكون بتتكلم عادي كأنك قاعد في انترفيو وحد بيسألك انت ايه الخبرة اللي عندك، ايه تخصصك، عايز تجوين الشركة معانا ليه. وطبعا بما انك هتبدأ في انترفيو فمن الافضل انك تكون لابس فورمال. وبعد ما بتقوم مسجل الفيديو ده بتقوم رافعه عندهم وتخش في ريفيو تاني، ولو اتقبلت في الريفيو ده بتجيلك الدعوة، وبالدعوة دي هتقدر تقدم بأمر الله لفيزا زيارة عشان تيجي تحضر المؤتمر ده. هي بس نقطة صغيرة للتوضيح، مش اول ما البروفايل بتاعك هتوافق عليه هتجيلك الدعوة. لما البروفايل بتاعك يتوافق عليه هيبدأ يظهر في الويب سايت للامبلويرز، للشركات اللي عايزة تشغل ناس، وبمجرد ما يبقى في امبلوير انترستد فيك هيبدأوا يبعتوا لك الدعوة ان شاء الله. تعالوا نكمل الفيديو عشان تيجي تحضر معرض التوظيف ده. لو انت عارف ازاي تظبط السي في بتاعتك وازاي تعملها فده شيء كويس، لكن لو ما تعرفش هتلاقي فوق، وكمان هحط لك في صندوق الوصف لينكات للفيديوهات بتاعتنا اللي بنتكلم فيها عن ازاي تعمل سي في وازاي كمان تعدي الاتش ار انترفيو. والفيديو بتاع ازاي تعدي الاتش ار انترفيو ده هيساعدك كويس في انه يقول لك ازاي تتكلم في الفيديو اللي انت المفروض تسجله. بس يا سيدي الدنيا بدأت تمطر واحنا مضطرين نقفل.
لو عجبك الفيديو ده اعمل له لايك واعمل له شير لاي حد عايز يشتغل او نفسه يجي هنا نيوزيلندا. ولو انت مشترك في القناه ما تنساش تفعل زر الجرس، ولو مش مشترك انزل اشترك عشان دايما يجي لك كل جديد. وسلام عليكم. ولكن على عكس اوكلاند الناس هناك طيبين والدنيا بتمطر، مهندسين من تخصصات متعدده والدنيا لسه بتمطر. بتحضر معرض التوظيف ده والمطر كده خلاص. الدنيا بتمطر بصورة سيئة.